فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. متروبوليتانو تدعم المنتخب الوطني، تدعم مزراوي يلعب بخلال لنصير يحاول انه يوصلها لحكيم زياش، لكن تدخل الدفاع البيروفي. المنتخب البيروفي سيلعب باقتصاد كبير في هذه المباراة معا في نفس الملعب. اكيد انه الاجواء تكون يصعب وصفها ويصعب اننا نقدم لكم ولو شويه من منع. نصير المزراوي يلعب النايف اقرد يوصلها رومان سيروس الخنوس جونيور سكاريو يبحث عن كان متألق مع تفينت ومع نادي فاينارد. سبق للأتلتي قبل التحول للسيبيتاس متروبوليتانو، خطأ والحكم يتدخل للإعلان عن منها والرسمية. كرة للأمام في منطقة الجزاء، الكسرة الوطنية للأمام سيروا للأمام فقرد نيف يلعب للأمام لحكيم زياش. حكيم مرة أخرى تدخل ميغيل تراوكو الحكم. إمكانية للعناصر الوطنية، فرصة في منطقة كاريو نيف فقرد نيف وكاريو للأمام، سيروا للأمام والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يقول ما فيها ولا شيء، يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كان بإمكان، كان نجما واليوم شارك في كأس العالم. تابع من زكريا بوخلال أقرب للحارس جاليس من حكيم زياش الذي يشهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة. كان خطأ نعم، كان خطأ واضح والحكم يتدخل، واكيد ان له في هذه المباراه. كره نحو يوسف نصيري صمد من الطرف الايسر يلعبها في منطقه الجزاء، لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو غاليس. هذه كره اولى في منطقه الجزاء وتدخل غاليس، طلب للكره من الطرف الايمن نصير مزراوي. لا كان بالامكان وانه يكون افضل مما كان في الكره الماضيه. ويوسف لتوقيع الهدف الاول في هذه المباراه، وجاليس مره اخرى يبعدها. جاليس يبعد الخطوره عن مرمى المنتخب البيروفي. ضرب ريناتو، كره للامام وياسين بونو يتدخل. المنتخب البيروفي والمتابعه من فقرد والحارس كثير. كره يوسف نصيري حاولوا انه يلعبها بالراس نحو مرمى بيدرو غاليس، لكن الفريق الوطني للامام، لكن راي مرفوعه. يمر من الطرف الايسر للفريق الاخر. كره من بلال والتغطية من دفاع المنتخب البيروفي، والكرة ضربة مرمى للحارس بيدرو للأمام وتدخل فقرد نزولي الحكيم زياش يلعبها حكيم زياش وسفيان امرابط تسلل، والبقية يتكفل بها نيف فقرد يتدخل يعطي الله والتغطية من دفاع كريم نصير. يلا يا نصير كرتك يا نصير، ويوسف نصيري وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. تضيع فرصة أخرى للفريق الوطني. كان زياش يلعبها والمتابعة السنسولي، عندك المساحة للتمرير، تسديدة عابرة لكل الحواجز من حكيم زياش. كان حكيم يسير وحيدا. الكرة وما زال الخطورة للعناصر الوطنية. بلال يسدد لكن بعيدا عن مرمى المنتخب البيروفي. فرصة أخرى تضيع للفريق الوطني في الجولة الأولى. حكيم يلعبها وجرى للحارس البيرو نحو عبد الصمد تصل من جديد للمنتخب البيروفي. ميغيل تراوكو، زياش، ماذا سيقوم به حكيم؟ يسدد وتدخل دفاع المنتخب البيروفي. لو لم ترتد من دفاع المنتخب رومان نايف يغطي، ولما يخطئ نايف تجد رومان البيروفي من جديد. كرة لكاريو والخطأ يعلن عنه حكم المباراة لمصلحة المنتخب البيروفي في منطقة الجزاء. والمتابعة في ريناتو والتغطية في الأولى والتدخل في الثانية من يحيى عطية الله. والحقب البيرو خطيرة لمنتخب البيرو، والتغطية البيرو بلمسة لأدفينكولا من البيرو والتغطية من دفاع الفريق الوطني لكن بعيدا عن المرمى. نعم البوكا جونيورز أدفينكولا لاعب سابق لرايو. من زكريا بوخلال يلحق الكورتو والكرة تترسل لزكريا بوخلال. وصير المزراوي كان هناك خطأ والحكم
يفضلش انه يمنح الامتياز في الكره. فرصه بيروفيه من الطرف الايسر في منطقه الجزاء والتدخل لمنتخب البيرو والمتابعه من فابيان. يحيى يبحث عن العنصر القادر على التحكم في هذه الكره. خطا واضح من ريناتو تابيا، خطا لريناتو تابيا في منطقه الجزاء منتخب البيرو في القائمه الثانيه. المتابعه كاريو ورومان سيوس، رومان ياسين في منطقه الجزاء المتابعه في القائمه الثانيه، لكن في ظل تواجد يحيى عطيل صعب على بس، لكن في النهايه تصل حراوي مزراوي يلحق بالكره. نصير يتحصل، لا الحكم شاف ان اناس سروري كره للفريق الوطني تلعب كره في منطقه الجزاء وخروج يسير نفس الطريق يحرر رفاق وزملائه وإمكاني من حكيم زياش يسدد. حكيم ما مشاتش بعيد الكره الماضيه لزياش، كان بامكانه ان يشعل المدرجات. كره في منطقه الجزاء لكنها ضائعه. عبد الرزاق حمد الله، سفيان امرباط، اكثر اللاعبين الصابري. فيها خطا الحكم قل ما فيها ولا شيء ويعلن عن خطا لمصلحه المنتخب البيروفي. لا داعي